السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير معكم واحد العصير تقريبا اول مره نشاركو معكم. عندي هاد الجريعه ديال البطيخ. هانتوما انا درت ديال هاد البطيخ الصفر ودرت ديال الشويهله خلطتهم. هانتوما شفت في اليوتيوب دايرين بهم العصير، انا قلت غنجربو ونشاركو مع المتتبعين ديالي. هانتوما دابا البطيخ راه موجود وقتو هذا. الزريعه كتكون زوينه، ما خاسره ما والو، ماشي كحله ولا مشوشه ولا شي حاجه، الزريعه زوينه. انا راه درت ديال جوج بطيخات، درت ديال الشويهله وديال هذاك البطيخ الصفر. كديري الماء بارد، ما يكون مثلج بارد، ولا ديري العصير وديريه في الفريكو تيبرد. السكر على حسب كل واحد. انا غادي نطحنو بلا سكر، كنطحنو ديك الساعه اللي بغا السكر غيديرو في كاشة. انا غادي نطحنو ونرجع معاكم. هانتوما شوفوا اللون ديالو كيفاش ولا. طحنا الجريعه ديال البطيخ، هانتوما تتولي بحال الحليب. هانتوما ونصفيوها باش دوك القشور يتصفاو. ولا نفعتيكم في هاد الجريعه اللي كنرميو حنا عا كنلوحوها. هانتوما شكون ولات كالبلبوله، ولات بحال داك الربر. العصير ابيض بحال الحليب، بحال درت فيه الحليب. انا درت غير الماء. هانتوما كتصفيه بكون زوين. هذيك الجريعه كنحيد هادي ونصفي الاخرين. هادشي اللي باقي، هادي صافي غادي نرميها. هانتوما بحال خوينا فيها، بحال درنا الحليب. انا ما درتش الحليب، انا درت غير الماء. الجريعه كتطلق داك الحليب ديالها. في الحقيقه راهي شفتها في اليوتيوب وبغيت نشاركها انا معكم ونجربوها. انا دابا تناكلو البطيخ بزاف، وهاد الجريعه تنرميوها ما كنستافدو منها حتى حاجه. يقدر يكون نفع فيها هي ماشي في البطيخ. شوف ديك الجريعه تتولي بحال الربر كتطحن. تقدروا تطحنوها اكثر من هكا كاع باش يخرج كاع داك الحليب ديالها. هانتوما شوف الجريعه كي بقات هنا، كان عليا نطحن اكثر من هكا. شوفوا العصير ديال الجريعه ديال البطيخ. هانتوما بحال فيه الحليب. الا حطيتيه لشي واحد ما غاديش يقول لك راه الجريعه ديال البطيخ. ضروري يدير واحد شويه السكر. العصير ديال القشور ديال البطيخ. هانتوما الحلاوه راه نتوما كتحكموا فيها. ايوا راه الا حطيتيه لشي حد راه ما غاديش يقول لك هاد العصير راه ديال البطيخ، ديال الجريعه ديال البطيخ. هانتوما المهم شاركت معكم هاد الجريبه، نتمنى ديروه. هاد الوقت راه كاين البطيخ بزاف، هاد الجريعه ما كنستافدوا منها والو، غير كنرميوها. نتمنى تجربوا هاد الطريقه، وشكرا لكم على الدعم والصحه والراحه.